كان في واحد على عهد النبي اسمه مغيث ومراته اسمها بريرة. بريرة قررت تفسخ عقد الجواز بتاعها مع مغيث عشان هو عبد وهي أصبحت حرة. حتى بعد ما هي عملت كده هو ما قدرش ينساها، وكان كل ما يشوفها في طرقات المدينة يمشي وراها يبكي ويترجاها ترجع له. بالرغم ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال لها ان هي ترجع له لكنها رفضت، لحد ما النبي قال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة مغيثة. النبي ما اعتبرش أبدا انه حب مغيث لبريرة حاجة محرمة، بالعكس ده تعاطف معاه وصعب عليه، لان الحب لو دخل القلب عن طريق الحلال بيبقى الحب ده حلال. ما هي كانت مراته لسه امبارح، طبيعي ما يقدرش ينساها بالسرعة دي. اتنين كانوا مخطوبين مثلا وفسخوا الخطوبة، طبيعي يفضلوا متعلقين ببعض فترة. فهنا الحب بيبقى حلال والقلوب دي ملك ربنا. لكن اتنين اتعرفوا على بعض عن طريق الشات او في مدرجات الجامعة او عن طريق اطلاق النظر او الاختلاط المحرم، هنا الحب بتاعهم بيبقى حرام وبياخدوا عليه ذنوب. طب اللي دخل قلبه حب حلال يعمل ايه يا عم الشيخ؟ يعف نفسه ولا يصنع حراما، ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني مش كل شوية بقى يدخل ويبص على صورها في صفحتها، هي كل شوية تدخل له خاص وتسلم عليه. الحب في قلوبنا ربنا مش هيحاسبنا عليه ما دام دخل قلوبنا عن طريق الحلال، ما دام بعد ما حبينا افعالنا فضلت منضبطة بضوابط الشرع. قول لي ازاي؟ مش لو انا عملت كده يبقى ده اسمه زنا القلب زي ما النبي قال؟ اقول لك يا عم الحاج جيب الحديث من الاول عشان تفهمه صح. الحديث اصلا بيتكلم عن الزنا وتمني الزنا، مش بيتكلم عن مشاعر القلب. كتب على كل ابن ادم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق هذا او يكذبه. يعني واحد كل شوية بيتخيل ان هو بيعمل مع واحدة حاجات قليلة الادب، ده اسمه زنا القلب. لكن مجرد مشاعر القلب مع العفة ده مش زنا ابدا، بل الانسان لو عف نفسه وانضبط بضوابط الشرع بياخد عليه ثواب. شوف الثلاثة اصحاب الغار اللي النبي حكى لنا حكايتهم، اتقفلت عليهم صخرة فقالوا: لن ينجيكم الله من هذا الا ان تدعوه بصالح اعمالكم. واحد منهم دعا بعمل الصالح. عارف عمله الصالح كان ايه؟ ان هو كان بيحب بنت عمه جدا ومع ذلك ما عملش معاها حاجة حرام خشية من الله عز وجل. او قلبك اتعلق بحد من غير ما تعمل حاجات محرمة، فانت مش مسؤول عن قلبك لان القلوب بيد الله. لكن اوعى تعمل حاجة حرام واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اعتقد انك واجب عليك تبعت الفيديو ده لكل الشباب. سفر الطويل تبلغ بالقليل من القليل. الموقف ده بيحصل معانا كلنا، يعني بتلاقي نفسك زودت ركعة في الصلاة، المغرب 4 ركعات، الظهر 5 ركعات، تعمل ايه؟ لو انت اكتشفت وانت في الركعة الزائدة دي لازم تقعد فورا، الغي الركعة فورا. بعض الناس يقولك طالما ابتديت الركعة لازم اكملها، الكلام ده غلط. لو فضلت مكملها صلاتك تبقى بطلة، ده طبعا بعد ما تعرف المعلومة. فانت اكتشفت انك في الركعة الزيادة دي، اقعد فورا وكمل صلاتك، وبعد كده اسجد سجدتين سهو قبل او بعد السلام. واكتشفت اصلا بعد كده، يعني بعد وانت في التشهد مثلا او بعد ما خلصت برضو اسجد سجدتين سهو. يا ريت توصل المعلومة الفقهية دي للناس بعدك.